ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبدأ وصفة من وصفاتنا. طبعا مش معنى ان رمضان خلص خلاص مش هنعمل حلويات ولا حاجة. اتطلب مني عجينة القطايف وانا ما تأخرتش وفورا قلت اعملها معاكم. طبعا معايا كمية دقيق قد كمية المية، ومعايا كيس بيكنج باودر. هي دي المكونات اللي انا هستخدمها مع نص معلقة من السكر. تمام. طبعا هنستخدم مع بعض دلوقتي بولة، وهنحط فيها الدقيق. طبعا يكون منخول كويس جدا، انا نخلته قبل التصوير. هنزل بقى، مش عارفه انا قلت يعني ايه الدقيق قد الميه. حطيت كوبايه وربع من الميه وكوبايه وربع من الدقيق، مش عارفه ليه زودت الربع، ما علينا. المهم يعني حط كوبايه دقيق على كوبايه ميه. زودت الدقيق زودي الميه قد بعض بالظبط، بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طبعا اهو. طبعا لو وصلنا للجزء ده في الفيديو، اللي ما يشتركش في قناتي يطلع يشترك على طول، واللي ما عمليش متابعة على صفحة الفيسبوك يتابعني. طبعا هتعجبكم جدا. نزلت المية قد الدقيق بالشكل اللي احنا شايفينه، وهنزل معلقة صغيرة من البيكنج باودر. يعني الكيس ده بيبقى 16 جرام، نعمل نصه كده، بناخد معلقة منه خلاص. بالشكل اللي احنا شايفينه ده. خدت معلقة قسمت الكيس على مرتين. طبعا كيس من الفانيليا كده مع المكونات، وطبعا معلقة سكر زي ما احنا شايفين كده. طبعا كيس الفانيليا ده يا جماعة بنحطه واحنا بنعمل السيرم، ما بنحطوش في تحضير العجينة بتاعة القطايف. طبعا بتبقى عجينة سلسة كده، بتبقى زي عجينة الكريب بالظبط. تمام. يلا قولوا تمام. هقلبها كويس جدا لحد ما تجانس معايا ومبقاش فيها اي تكتلات بالشكل اللي احنا شايفينه ده. اهو انا واحده واحده ومش مستعجله على الفيديو ولا حاجه، عشان طبعا الناس اللي طلبوها يشوفوا الخطوات كده واحده واحده ويعملوها بكل سهوله. طبعا هقلب المكونات دي مع بعض كده، وقبل ما استخدمها لازم اصفيها. اجيب مصفى، واجيب يعني حاجه تكون ببوس كده، عشان وانا بصب ما تدلقش معايا وتلحوز حواليا. هنزل بقى المعجون اللي انا عملته ده في مصفى، اي مصفى عندك، عشان برضو لو في حاجه متكتله فيه اي شوائب. هو طبعا مفيش شوائب لان انا كده كده نخله دقيق بالشكل اللي احنا شايفينه ده يا حبايبي. طبعا المحطوط اللي لونه موف ده المنخل اللي كنت نخله بيه الدقيق قبل التصوير. شايفين العجينه نازله عامله ازاي؟ تمام جدا لحد ما خلصتها كلها. وطبعا بقى قبل ما تستخدميها بتكوني صفيتيها بالشكل ده. طبعا شايفين البوز اللي في الشفشق ده. طبعا دي صينيه بتاعه الكريب، هي بايظه معايا شويه بس بتديني نتيجه حلوه جدا في اي معجنات، العيش السوري، الكريب، القطايف. امسك منديل من بتاع المطبخ كده وادهنه دهنه زيت صغيره وامسح بيه الصينيه كده، وابدا دلوقتي استخدم البوز اللي انا حاطه فيه الحاجه. طبعا هنعمل بقى احجام. الحجم ده انت اللي بتتحكمي فيه، عايزه كبيره عايزه صغيره. احنا مع بعض النهارده هنعمل كل الاحجام، ما بنبقاش رابطين نفسنا بمقاس، عشان احنا عاملينها في البيت وهناكلها. طبعا اسيبها على النار كده لحد ما تعمل فقاقيع كده في وش القطايف والظهر بتاعها يحمر. ولما الفقاقيع دي تنشف ما يبقاش فيها اي عجينه، خلاص بتبقى كده تمام معايا واستوت. طبعا زي ما احنا شايفين كده اهو، بستنى عليها ما بشيلهاش. وطبعا اي صينيه عندك تكون ما بتلزقش. ابدا دلوقتي اهو، الفقاقيع دي نشفت خالص معايا زي ما انتم شايفين، طلعت معايا بكل سهوله ومنتهى الجمال والروعه. شايفين الجمال؟ سخنه بقى طبعا مش عارفه امسكها بس تحفه. طبعا بنحشيها على الناحيه اللي هي فيها فقاقيع دي. طبعا بتستخدمي كوبايه دقيق وبتعمليها في البيت، الكيلو بقى ب30 جنيه. تمام. كنا بنجيبه في رمضان ب30، عالم بقى الدنيا بتغلى كمان ولا لا. بس بصراحه في ناس طلبوا ان انا اعملها لهم، فانا ما تاخرتش طبعا. وطبعا بنحب كل حاجه حلوه في البيت.
طبعا بجيب فوطة واحطها على صينية، فوطة من تحت وفوطة من فوق، عشان القطايف تبقى طرية معايا ما تنشفش. انا اللي تحت دي فوطة اهي اللي لونها اصفر، احط كده القطايف اللي تطلع واغطيها بفوطة تانية على الوش. شايفين الجمال؟ طالعة جميلة جدا. وطبعا الحجم اللي انا محتاجاه. عملت معاكم كل الاحجام عشان طبعا ما تبقيش متحيرة اعمل مقاس ايه كلام، اعملي المقاس اللي يريحك اللي انت هتستخدميه. طبعا بقى هنعمل بقى ايه الشكل والحجم اللي احنا عاوزينه بس. وطبعا بقى كانت سهلة وبسيطة خالص خالص، جربوها. كوباية دقيق وشوية مية وكيس بيكنج باودر وشوية سكر. شايفين بكل سهولة، وما تكلفتش معايا وما خدتش معايا وقت خالص، ووفرنا مجهود اللي احنا ننزل نشتريها، وكمان وفرنا الفلوس اللي احنا ما نجيبش كيلو ب30 جنيه، واحنا ممكن نستخدم كوباية دقيق ما تتكلفش معايا اي حاجة. شايفين ده حجم اصغر شوية بالشكل اللي انا بوريه لكم. طبعا الفقاقيع دي لازم تنشف عشان تعرفي القطايف ناجحة معاكي وكمان استوت. مش عايزة احمر الظهر بتاعها قوي، عشان وانا بحطها في الزيت بحبها تكون فاتحة كده زي البقلاوة. شايفين الجمال؟ تحفة جدا جدا. وطبعا ما تكلفتش معايا ولا وقت ولا مجهود زي ما قلت لكم. وحابه ان انا ما اسرعش الفيديو ولا حاجه، حابه اعمله لكم خطوات كلها بالراحه كده عشان نستفاد. طبعا ده شكلها بعد ما خلصت الكميه كلها. شايفين دي الكبيره طالعه طريه وجميله، وطبعا انتوا شايفينها قدامكم اهو. طبعا مش هحشيها بقى معاكم في الفيديو ده عشان ما اطولش عليكم. وان شاء الله بعد ما انزل الفيديو بتاع العجينه بتاعتها بعدها على طول هنزل لكم فيديو الحشو بقى والقلي في الزيت ونحطها في الشربات، واوريكم قد ايه طلعت جميله جدا جدا. وكنت مبسوطه قوي ان احنا في حاجات بنجيبها من بره بتطلع معانا ناجحه في البيت. جربوها هتعجبكم. مع السلامه.